شلون تفتح جهاز اي واحد توفى بعد وفاته؟ هذه مشكله كبيره طاحوا فيها كثير من الناس وراسلوني، نبي نفتح تليفون المتوفي عندنا، نبي ناخذ صوره، نبي ننزل حساباته، نبي نسوي واحنا مو قادرين. تابع معي هذا الفيديو لانه وايد مهم وحساس حيل وكلنا راح نحتاجه، عسى الله يطول باعماركم يا رب. اول شيء من تليفونك الايفون تروح على الاعدادات مال جهازك مال التليفون نفسه، تضغط عليها، بعدين تروح على الحساب مالك، اول خانه اللي فوق مثل ما انتم شايفين، بعدها تروح على تسجيل الدخول والامان تضغط عليها، بعدها تروح تنزل لتحت راح تلقى جهه الاتصال الوارثه، تضغط عليها وتضيف اي شخص انت تثق فيه في هذه الخانه، وتقدر تضيف اكثر من شخص في هذا الجهاز. واذا ضفت الشخص عن طريق رقم تليفونه راح يعطيك تليفونك انت كود خاص ترسله لهذا الشخص يحتفظ فيه ضروري جدا، او تكتبه في ورقه وتطبعه ويحتفظ فيه الطرف الثاني. بعد الوفاه يحتاج الى هذا الكود ويحتاج الى شهاده الوفاه ويراسل شركه ابل ويعطونا كود لفتح التليفون ويفتحوا له التليفون، ويقدر يدخل على الاي كلاود، يقدر ياخذ الصور، يقدر يسوي اللي هو يبيه في التليفون ويزيل اللي هو يبيه، او يقدر يسكر الجهاز. هذا الفيديو وايد حساس ومهم وكثير من الناس يدورون على هذه الطريقة وهذه الفكرة. انشروا هذا الفيديو، عسى الله يطول باعماركم يا رب، وعسى الله يستر على اللي توفوا وماتوا، وعسى الله يجعل هذه التليفونات اجر لهم مو وزر. عسى الله يحفظكم. نشروا الفيديو.